المباراه تكتيك عالي قوي من الاثنين المدربين، بيضغطوا في نص الملعب بشكل رائع، سواء فوسيني كوليبالي او فرانكوم او غيلان الشعلالي، ضغط بشكل رائع. عشان كده النادي الاهلي مش قادر يلعب الكره بتاعته زي ما الاستاذ حسن بيقول، واضطريت اشيل عالي. على الجانب الاخر احنا كمان بنضغط كويس قوي. يعني حسام عاشور السوليه نعم. واحده من احلى مبارياتهم في الضغط. مظبوط. فالفرقتين تكتيك عالي جدا، وده يعني سمه النهائيات. خد بالك، عايز احط عنوان كده: خبره الاهلي تحسم المباراه الاولى. اللي هي النهارده. نعم. خبره غير عاديه. نعم. لحسام عاشور والوليد سليمان والوليد ازارو. وليد ازارو عارف ازاي يقدر ياخد فاولات ويلبس انذارات وياخد ضربات جزاء. نعم. وليد سليمان طبعا حدث ولا حرج، يعني نعم. ما شاء الله، يعني ما شاء نجم الله الموسم بلا منازع. 3 ضربات ثابته. نعم. 2 اجوان، واحده في العرض. نعم. يعني كان هيبقى بيتهيألي نعم. اول هاتريك في التاريخ. نعم. في النهائي نعم. يعمل ضربات ثابته. نعم. يعني خالد نعم. بيبو جاب هاتريك قبل كده، لكن اول مره كابتن شوبير انها كانت يبقوا 3 ضربات ثابته كلهم اجوان. نعم. فخبره النادي الاهلي حسمت الشوط الاول. نعم. السيناريو كمان مشي ولا اروع. خد بالك، المباريات سيناريوهات. مظبوط. سيناريو الاهلي حلو قوي. يعني ضربه الجزاء الاولى مشكوك فيها بينالتي، ضربه الجزاء الثانيه مشكوك فيها بينالتي، وانت على طول متقدم. السيناريو ده حلو جدا للنادي الاهلي، فخدم النادي الاهلي. النادي الاهلي مستر كارتيرون انا بتفق معاه جدا جدا جدا، وقلتها هنا من زمان في فكره تدوير المشاركه، الروتيشن. دلوقتي هو بيحصد ثمار اللي عمله في اول مباراه في الدوري. نعم. فاكر يعني؟ نعم. قلنا ان هو بيدي لمروان محسن، وبيدي لصلاح محسن، وبيدي لايمن اشرف، وبيدي لكل اللعيبه. سعد سمير يدخل وبعد كده يريحه، محمد هاني يدخل وبعدين احمد فتحي يلعب، حسام عاشور بيلعب، السوليه بيلعب، هشام محمد بيلعب. فعمل حاجه كويسه جدا بتؤتي ثمارها دلوقتي. تيم النادي الاهلي مش 11 دلوقتي، تتكلم في حوالي 20 لعيب رجليهم جوه الملعب. نعم. فالاهلي مش كويس، مش كويس بقاله فتره. الاهلي النهارده ككوره مش كويس، في الوصل مش كويس، ما قبل ذلك في مباراه الدوري مش كويس. مش ده الاهلي اللي احنا عارفين، الكوره اللي هي جمل وفرص خطيره وعدد من الفرص الكبيره على مرمى الخصم. الكلام ده مش موجود. نعم. لكن من سمه الفرق الكبيره يكسب وهو وحش. نعم. ياخد بطوله وهو مش في حالته. نعم. ودي قوه النادي الاهلي. هو بيقول لك النادي الاهلي ليه فريق مرعب، ليه بطل القاره، ليه سيد اسياد افريقيا؟ لانه هو وحش بيكسب. النهارده الاهلي ككوره مش كويس، لكن كسبان 3 في النهائي، وهيخلص الموضوع ان شاء الله. هيخلص ان شاء الله. يعني باذن الله. بس هي الفكره ان دي سمه الفرق الكبيره. نعم. باخد بطوله وانت تستغرب كمشاهد، تقول الله، على طول المسابقه ما كانش كويس، او ما كانش يعني الاهلي العالي قوي، لكن هي دي الخبره. نعم. خبره حسام عاشور، خبره الشناوي، خبره سعد، وليد كمان سليمان. ايمن اشرف هايل. ايمن اشرف نعم. كمان تحيه لايمن اشرف، لانه نعم. شغال على نفسه، بيلعب سيرد باك هايل. نعم. بيلعب باك ليفت هايل، بيحطه قدام الباك ليفت ويلعب بصبر حلو بيه هايل. عامل اداء كويس جدا. اتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا نحسمها في النهائي ان شاء الله. طيب